السلام عليكم ورحمة الله. دابا هاد الحلقة هادي كنت تكلمت عليها كنت عطيت واحد الوعد في واحد الحلقة سابقة على الصحراء الشرقية، وقلت بأن هذوك الكراهية اللي كيكون النظام الجزائري للمغرب كيرتكز على جوج د الركائز هذا باش بنى الكراهية ديالو. كيقولوا للشعب الجزائري باش يربيوهم على كراهية المغرب بأن المغرب غدار غدرنا. كيف ذلك؟ كيتهموا الحسن الثاني رحمه الله، كيتهموا بأنه غدر ثوار جزائريين عام 56 في هذيك الطائرة اللي قبضتها فرنسا وداتهم للحبس. كيرتكزوا على هذه، كيتهموا مباشرة الحسن الثاني. هانتوما ندوز لكم واحد المقطع مع واحد البوق من أبواق النظام الجزائري. احنا عندنا مشاكل مع المروك من 63 حبوا يحتلونا ويدونا أراضينا، وعندنا مشاكل معاهم 56 بيعوا بالمجاهدين بن بلة وأيت أحمد وبوضياف الله يرحمهم وخيذر وباقي اللي كانوا 6 ما يسمى بالأعضاء 6 بيعوهم في الطيارة وفرنسا اختطفتهم. اللي بيعهم لفرنسا هو الحسن الثاني. هانتوما شفتوه كيتهم الحسن الثاني بأنه هو اللي باع هذاك المناضلين الجزائريين بلا حشمة بلا حياة، كيقول لك راه هو اللي باعهم. وهذاك كيتهموا ايضا بان في 63 كانوا مازال عاد كيستقلوا، مازال الجروح ديالهم مازال ما برات، مازال كذا مازال كذا، وهجم عليهم. هادو هما الركيزتين اللي كيرتكزوا عليهم باش يغرسوا الكراهيه ديال المغرب في قلوب الشعب الجزائري. وانا بيان سور هاد الاكاذيب كلها غادي نضربها من الجدر ديالها ونحطمها، نسالي معاهم باذن الله. راهم كاين مغاربه اللي جاوبوا قبل مني، وغادي نزيد انا اضافات في هذا الميدان. دابا في هذه الحلقه هذه غتكون ان شاء الله مخصصه للطائره، هذيك الطياره اللي هزات الزعماء الجزائر 5 ديال الزعماء الجزائريين وشداتها فرنسا في الطريق، كانت غاديه من المغرب لتونس. فرنسا قلبتها للجزائر، هبطتهم وركبتهم في طياره اخرى وداتهم لفرنسا ودخلتهم الحبس. واش فعلا الحسن الثاني باعهم لفرنسا كما كيكذبوا عليه النظام الجزائري باش يغفلوا الشعب الجزائري ويربيوه على كراهية هذاك الإنسان اللي كان واقف معهم وكيعاونهم بالغالي والنفيس باش يستقلوا؟ دلائل بسيطة. أولا كاين واحد المثل كيقول لك on ne peut pas être plus roi que le roi، ولا on ne peut pas être عفوا plus royaliste que le roi. دونك ما كاينش شي واحد اللي غادي يكون يعرف هذا المشكل أكثر من هذوك ال5 ديال الزعماء اللي كانوا في الطيارة، ولا لا؟ كاين شي واحد اللي غادي يعرف هذا المشكل اكثر من هذوك ال5 المعنيين اللي كانوا في وسط الطياره؟ كان فيهم بن بلة، كان فيهم ايت احمد، كان فيهم بوضياف. اجيو نشوفوا الا كان فعلا المغرب هو اللي غدرهم باعهم لفرنسا. نجيو نشوفوا الحسين ايت احمد اش كيقول، راه في الصغر ديالو وفي الكبر ديالو كيشهد باللي عمر المغرب ما باعهم لفرنسا في هذيك الطياره، باللي بالعكس هما كانوا دايرين. كان قال لهم محمد الخامس اللي غادي يديهم معاه هذاك الاجتماع في تونس في الطياره ديالو الشخصيه، وبان الحسين ايت احمد هضر مع الحسن الثاني قال له هادشي خطير. قال له تخيل ان فرنسا تبغي تقتلنا، يوصلها شي خبر وتضرب الطياره، قال له غادي يموت معنا الملك المغرب وولي العهد ديالو. قال له كنصحك صيفطونا في طياره بوحدنا. واستجاب الحسن الثاني، عطاهم طياره خاصه اللي تديهم بوحدهم. عاد مشى هو والاب ديالو، وهذا الحسين ايت احمد في وسط الطياره. هذا زعيم، ماشي انت ولا انا ولا غادي نجيو نفهموا عليه. هو دابا راه كان في ديك الساعه 1956 زعيم من اكبر زعماء الجزائر وفي وسط الطياره، وكيقول الله نديروا مع استجواب اذاعه فرنسيه في بدايه الثمانينات كنظن او قبل، بالابيض والاسود. لا دونك قبل الثمانينات، هذيك غتكون قبل. داروا معاه استجواب في اذاعه فرنسيه. غادي ندوز لكم مقطع دابا. قال لهم لا هذيك الطياره ماشي المغرب، الحسن الثاني ولا المغرب ماشي ما باعوناش ابدا. وعاود شاد في الكبر ديالو الاذاعه ميدي ان تي في، حتى هو هذا المقطع ندوزها لكم. قال لهم سيدي ما عمر المغرب ما باعنا. انا جبت لكم شهاده واحد، غنشوفوا بعد الفيديو ديالو بالزربه ونكملوا الهضره. Le Maroc n'était pas du tout n'est-ce pas mêlé à cette affaire, que le SDEC ait des contacts à titre personnel, mais je crois qu'on ne peut pas douter de la bonne foi de Sa Majesté. Le prince héritier Hassan II a transmis
au roi Mohamed V. Ma crainte, lorsqu'ils ont décidé que nous partions ensemble Dans le même dans avion le que même le avion roi. que le roi, je les ai n'étiez mis pas en d'accord garde. là-dessus. J'étais pas d'accord, je les ai mis en garde contre les risques qu'aurait le roi Mohamed V. Vous aviez-vous suggéré de prendre un deuxième avion, de ne pas Je voyager en suis même temps? absolument, c'est moi qui ai suggéré. Oui. هانتوما دابا شفتوا الحسين ايتي احمد كيشهد بان عمر المغرب ما غدرهم. زيد نمشيو لبوضياف، كان في وسط الطياره وتشد وتباع لفرنسا وتشد ومشى للحبس في فرنسا. فين كمل الحياه ديالو؟ في المغرب. لو كان المغرب هو اللي باعو غادي يجي يعيش كمل حياته في المغرب؟ ابدا. زيد بن بله كان في الطياره، فين كمل حياته؟ في مراكش. لو كان المغرب هو اللي غدرو غادي عادي يثق في المغرب يجي يكمل حياته في المغرب؟ ونعلو الشيطان. راني شرحت لكم في الحلقات الماضيه باللي الكابرانات د فرنسا اخترقوا المقاومه الجزائريه وبقاو كيبيعوا في الزعماء والمقاومين حتى صفاوهم عن اخرهم وقبضوا زمام السلطه بكل بساطه. وفرنسا ديك الساعه، فرنسا الدوله العميقه، كانت موجده الخطه باش ما تعاقش بلي راه اختطفت الثوره ديال الجزائريين اللي كانوا هربوا للمغرب، باش ما تعاقش كانوا وجدوا الاكاذيب فوق ما كدير فرنسا شي ضربه تضرب فيها الثوار كتمسحها في ملوك المغرب اللي كيعاونوا الثوار انتقاما منهم، يعني يقتل الميت ويمشي يصلي في جنازته. يعني هي كتضرب الثوار وتمسح في ملوك المغرب. ونعلو الشيطان. كنظن باللي لا داعي على التطويل، بقاو كنجاوبوا نهضروا لان الا كان النظام الجزائري فهم منافقون. المنافق ما عندك ما تقول له. هذه الهضره كنقولها للشعب الاحرار، شعب الجزائر، باش صافي طويو داك الملف. الله يخليكم، الطائره باعها بوخروبه ورباعته لفرنسا، باعوها لفرنسا باش يلعبوا اللعب ديالهم. وكان داخل مع في المؤامره بن بله حتى هو، واخا تشد في الطياره ودخل الحبس كان كلشي مرصي بلي من بعد هو بعد ما يختطفوا الثوره وفرنسا تعطيهم الاستقلال تحت ما بن بله رئيس، كلشي كان مرصي. وهو كان ما كانش معاهم هنا في المغرب، كان في اسبانيا ولحق عليهم طياره وركب معاهم ومشاو، كلشي مبيوع كلشي ناضي. وبوخروبه وبن بله من كابرانات فرنسا. ونرجع لذيك الحلقه ملي كيهضر على التجارب النوويه اللي كتقتل الشعب، ماشي الجزائري، المغربي ديال الصحراء الشرقيه. بن بله ما عنده غرض، طرد سيدي وقتل الزمر ما عندي ما ندير بهم، وما عجبوش الحال. علاش المغرب يحتاج؟ لان الاراضي ديالو والشعب ديالو اللي كيموت. وكيقول لك اسيدي خليونا نديروا التجارب ديالنا. شكون كان يطلق القنابل؟ بن بله حناه، عنده التكنولوجيا ديال النووي ما عندوش. فرنسا هي اللي كدير، هو كيهضر بسميت فرنسا. خليونا نديروا التجارب ديالنا، كابران فرنسا. صافي الله يخليكم. لا هذا الكلام اللي قلت كفايه بلا ما نطولوا الهضره. طياره باعها بن بله وبوخروبه ورباعتهم لفرنسا، هذوك الزعماء الطياره، وبلا تلاوي وخلاص. الذباب الالكتروني يستمر يتهم الحسن الثاني الى يوم القيامه. غادي بطبيعه الحال كيدير ديك السياسه ديال غرق الحقيقه في بحر من الكذب باش حتى واحد ما يعرفها. هادشي اللي كيديروا هما، ولكن حنا الحمد لله المغاربه لهم بالمرصاد. وبلا ما نطول عليكم، هادشي اللي قلت فيه كفايه. هذيك الطائره اللي تختطفت 1956 وفيها الزعماء الجزائريين الكبار ومشاو للحبس في فرنسا، باعوها كابرانات فرنسا لفرنسا. نقطه، رجوع الى السطر، ولا اللي زيد اكثر من الدلائل اللي عطيت. اللقاء.